قولي لي بقى انت النهارده جايه تشتري ايه؟ حاجات كتير قوي من الزنقه، يعني انا دايما على طول بشتري هنا من الزنقه حاجاتي كلها. في كل حاجه هنا موجوده، يعني حاجات خاصه بالنساء اكتر حاجه، مكياج، توك، حاجات يعني كلها موجوده هنا اللي هي تخص النساء بنلاقيها في الزنقه يعني. قالوا ان البنت بالذات يعني ممكن كل حاجاتها من الابره لغايه اي حاجه وقت النوم موجوده. كل حاجه فعلا من الابره للصاروخ هنا، والاسعار هنا كويسه يعني غير اي مكان تاني. ايه اللي اتغير في الزنقه؟ يعني ممكن يتحكى لك حاجات وانت تشوف حاجات ثانيه، ما بقاش في المال، لا في حاجات كده. والله هو اللي اتغير في الزنقه ان زادت الحاجات الصيني قوي، عملها غزو جامد جدا. المنتجات المصريه القديمه اللي احنا كنا متعودين عليها مبقتش موجوده زي زمان كده يعني، بس هي دي كل الاختلافات. زنقه الستات كل الموجودين فيها بياعين رجاله، ده مش بيضايقكم يعني؟ والله هو تقريبا احنا بقينا عارفينهم، هم بقى عارفيننا كمان يعني، فلا بالعكس يعني التعامل هنا كويس والناس بتتعامل باحترام وكده، ومفيش اي احراج عادي يعني. مش خايفه انك تبقي زي حد من ضحايا ريا سكينه زمان؟ لا الكلام ده في التلفزيون بس مش حقيقي القصص دي، يعني هي كانت فتره وخلاص كده، لكن دلوقتي لا يعني. النهارده جت تشتري بس او اكتر حاجات في الزنقه بتاعتك؟ حاجات ليا يعني عادي. يعني الزنقه بالذات ممكن تلاقوا فيه ايه؟ يعني اكسسوارز وحاجات كده يعني. بالنسبه للاسعار موجوده هنا؟ لا اسعارهم حلوه يعني. تعاملات بقى مع بياعين رجاله اساسا كلهم وانتوا ستات او بنات؟ لا كويسين محترمين يعني. اشكرك جدا. حضرتك جايه تشتري ايه النهارده؟ جايه تشتري ايه النهارده؟ جايه اشتري حاجات لخطوبه اختي. مبروك. الله يبارك. ايه اللي بيميز بقى المعروضات هنا في زنقه الستات؟ يعني هو اصلا الشارع قديم، شارع فرنسا قديم، الحاجات كويسه وكل طلباتك بتبقى موجوده يعني في الشارع. والاسعار؟ الاسعار اهي تمام، هي طبعا في حاجات بتغلى بس الاسعار كويسه برضه. كون بقى ان البياعين كلهم رجاله وانتوا ستات، ده مش بيضايقكم؟ لا مش بيضايقنا، دام بيتعاملوا باحترام معانا وكويس، وبعدين اهل اسكندريه جدعانه يعني فيهم. مش خايفه ان انت ممكن تبقى واحده من ضحايا ريا سكينه زي زمان يعني في الزنقه؟ لا لا طبعا لا خلاص الحاجات دي فات عليها وقت كتير. اشكرك جدا. عفوا ميرسي. قولي لي بقى انت جايه النهارده تشتري ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. زنقه الستات بقى اكتر حاجات بتلاقيها فيها ايه؟ بلاقي فيها كل حاجة، كل حاجة كل حاجة من الألف للياء كده، كل حاجة موجودة. بالنسبة لأسعارها؟ يعني متداولة يعني متداولة. طبعا نسجل. طب قولي لي بس يعني كل بقى البياعين رجالة وانتوا ستات، ده بيضايقكم ولا ده عادي؟ عادي احنا بنتعامل، وبعدين المرأة دلوقتي نص المجتمع يعني، نتعاملوا عادي يعني. حكاية بقى ان الزنقة كانت مرتبطة بريا سكينة زمان والحاجات دي، ده ما فيش زمان، ده دلوقتي احنا رايه وسكينه، ما فيش الكلام ده خالص ما فيش خالص الكلام ده. زنقة الستات من الاخر موتيفة اسكندرانية جدا، وتاريخ قديم كله اصالة، خصوصا لما تعرف ان عمر السوق بيرجع لنهاية القرن ال18، وانه كان اسطبل الخيل للجنود الفرنسيين، علشان كده تسمى الشارع الرئيسي اللي بيحتضن السوق بشارع فرنسا. وبيحيط بزنقة الستات ما يزيد على 50 منزل أثري، كانت مملوكة للتجار اليهود والمغاربة والليبيين والشوام واليونانيين اللي كانوا أعمدة السوق ده في الأيام دي. يا عمار يا اسكندرية يا جميلة يا مرية، وعد ومكتوب عليا ومسطر على اليمين، ومسطر على اليمين. اشرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن على حواجب يا سلام.
علينا جدعان يا اسكندرانية. ود علينا جدعان يا اسكندرانية. وقروا الفتحة أبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس. وقروا الفتحة أبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس. اسكندرية تحب الناس وتحب ضيوفها وأهاليها. بلد المرسي أبو العباس اللي زينها محليها. اسكندرية تحب الناس تحب ضيوفها وأهاليها. بلد المرسي أبو العباس اللي زينها محليها. إيه الجمال إيه كل ده مفيش جمال بالشكل ده. إيه الجمال إيه كل ده مفيش جمال بالشكل ده. ود علينا جدعان يا اسكندرانية. وقروا الفتحة أبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس. وقروا الفتحة أبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس. اسكندرية تحب الناس وتحب ضيوفها وأهاليها. بلد المرسي أبو العباس اللي زينها محليها.